السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا بقى النهاردة جايبه لكم خلية النحل مقادير مظبوطة ظبط. لو انتي مالكيش في المطبخ، مالكيش في المعجنات، عندك عقدة كده من المطبخ متحبيش تخشيه، هقولك ان الوصفة دي مقاديرها مظبوطة بالملي. وكمان هنعمل معاها احلى صوص كده جبنة خطير، حاجة كده هتوديها في حتة تانية خالص. تعالوا بقى كده اقطع معاكم قطعة كده، شايفين قد ايه هشة من جوه، هشة وقطنية رهيبة. وكمان صوص الجبنه اللي عليها بقى من فوق ده، شايفين سمكه عامل ازاي تقيل وجميل. بجد مقاديره كلها سهله وبسيطه. يلا بقى عشان ما اطولش عليكم نخش في الوصفه على طول. بس لو لسه ما اشتركتوش اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس عشان يوصلك كل جديد. ويلا بينا على المقادير على طول. اول حاجه كده محضراها كوبايه ونص من الميه الدافيه، دفوا الميه كده عشان العجينه تشتغل معاكي على طول. حطي بقى عليهم كده ظرف من الخميره الفوريه، وكمان معلقتين كده ايه كبار كده من السكر. تمام، هنبدا بقى نقلب السكر مع الخميره، نقلبهم كده كويس ونسيبهم على جنب لحد ما الخميره كده تبدا ان هي تتفاعل معايا، علشان اتاكد ان الخميره كويسه معايا. خلال كده حوالي 3 دقايق بلاقي كده رغاوي كده من على وش الخميره، يبقى كده الخميره معايا مظبوطه وما شاء الله كويسه. حطي بقى على المقادير دي نص كوبايه من الزيت. على فكره مستخدمه زيت التموين عادي، مفيش اي مشكله. هنا بقى عندي الدقيق، هستخدم 4 كوبايات ونص من الدقيق اللي هو لجميع الاغراض. طبعا هنخلهم كويس. 4 كوبايات ونص. وطبعا ممكن احتاج ميه بعد كده او ممكن ما احتاجش، كل ده على حسب نوع الدقيق اللي انت بتستخدميه. خلاص كده. اجي بقى عندي هنا 5 معالق من الحليب البودر، كمان معلقه صغيره كده من البيكنج باودر، ورشه بسيطه خالص من الملح. هي دي كل المكونات بتاعتنا. اظن المقادير سهله وبسيطه، مفيش اي حاجه. هبدا بقى ان انا اقلب الخليط ده كله مع بعض، وبعد كده ايه هعجن بايدي. عايزه العجينه تطلع معاكي هشه وطريه وحلوه، اخدميها في العجين، اقعدي عجنيها لحد ما تلاقي الملمس بتاع العجينه بتاعتك طري وفيها نسبه تلزيق بسيطه. يعني بتلزق وفي نفس الوقت ايه ما تكونش ملزقه في ايدك، تلزيقه بسيطه خالص. اعجني خالص على قد ما تقدري. هنا حسيت ان العجينه طريه قوي معايا، رشيت رشه بسيطه خالص من الدقيق، زي ما انا قلت لكم كل واحده على حسب الدقيق اللي هي بتستخدمه. اعجن بقى كده العجين كويس لحد ما الاقيه مسح الطبق خالص، ما عادش فيه عجين خالص. شايفين العجينه بقت عامله ازاي؟ عجينه طريه وناعمه وجميله قوي. ابدا بقى احط شويه زيت في الارضيه. احنا بقى هنسيبها تختمر نص خمر، مش خمر كامل، لان احنا بعد ما نشكلها هنسيبها تخمر تاني. فمش عايزين العجينه ان هي تخمر كل شويه، هتبقى ريحتها خميره. هي بس كده اول ما حجمها يبدا ان هو يزيد هنبدا نشتغل فيها على طول. خلاص كده هسيبها بقى على جنب. في الفترة دي بقى هبدأ ان انا احضر صوص الجبنة الرهيب يا جماعة. هنا عندي نص كوباية من الجبنة الكريمي، ما عندكيش جبنة كريمي هنستخدم جبنة مثلثات زي ما انا مستخدمة. حوالي كده 8 قطع او 9 قطع على حسب العلبة بتبقى فيها كام. وكمان حطيت عليها معلقتين كبار هرميين من الزبدة. ابدأ بقى ان انا اضرب كويس لحد اما يندمجوا مع بعض. هحط كوباية ونص من السكر البودر، وكمان شعرة بسيطة كده من الفانيليا. نخلط بقى المكونات كده مع بعض. بجد الصوص ده احلى حاجة فيه ان هو سهل وبسيط وكمان سريع، مش بياخد اي وقت خالص. هنا بقى القوام بيعتمد عليكي انتي، شوفي انتي عايزة قوام صوص الجبنة ده عامل ازاي. طيب هنخففه ازاي؟ هنخففه بشوية لبن، معلقة لبن، 2 3 4 5 زي ما انتي عايزة. شوفي انتي قوام صوص الجبنة انتي حباه يكون ازاي. ده حاجة بايدك بقى. انا حطيت معلقة معلقتين 3 لحد ما لقيت القوام بقى بالمنظر اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي. حطيت الاول كده معلقتين وحسيت ان هو برضو تقيل، فحطيت شوية لبن تاني. وشعرة الفانيليا اللي انتي حطيتيها في الصوص ده بيوديها برضو في حتة تانية. حاجات بسيطة بس بتفرق معاكي بجد. هنا بقى حطيت شوية لبن برضو، بس الحبة دول اللي كان الابخار يعني. شايفين بقى القوام صوص الجبنة بقى عامل ازاي.
الصوص ده لو انت عملتي شوية سينابون وحطيتيه عليه بيودي السينابون في حتة تانية خالص. اعتمديه في كل المخبوزات اللي انت حابة تخليها تعلي كده من التست بتاعها، بجد رهيب. شايفين بقى كريم ازاي وخطير كده. خلاص نسيبه على جنب وتعالوا نشوف العجينة الدنيا فيها وعملت ازاي. شايفين العجينة بقى، يا لهوي على الطراوة اللي فيها. ابدا بقى ان انا اخرج الهواء منها شويه. هي كانت خمرت بس مش اللي هو الاوفر بقى، لا هي بدات ان هي تخمر بس حاجه بسيطه. شايفين العجينه حاجه كده قمر قمر قمر. هنا بقى عندي جبنه مثلثات، هبدا ان انا اقطعها كده قطع صغيره، واجيب كل قطعه كده زي ما انتم شايفين بالحجم ده واحشيها. اعمل بقى كل الكميه بالحجم نفس الحجم، وصينيه كده مدهونه دهنه زيت بسيطه، وابدا ان انا احط العجين ده. احشي جبنه وحطيها. على فكره لو مش عايزه تحشيها جبنه عادي ممكن تحطيها فاضيه عادي، مفيش اي مشكله. هي العجينه اصلا لوحدها زي ما انتم شايفين كده قطن رهيبه. حاولوا بس تخلوا حجم العجين كله قد بعض، وبرضك بتسيبوا فراغات ما بين كل واحدة والتانية، لان احنا زي ما احنا اتفقنا هنسيبها لحد ما تخمر لتاني مرة، لحد ما حجمها يتضاعف وما يبقاش فيه اي فراغات ما بينهم. ادي يا ستي خلية النحل بطريقة بسيطة وسهلة خالص. كان فايض برضو عندي شوية عجين كده، قلت اما اعملهم زي السندوتشات اللي محشية. عملتها بقى، قلت افكر جبت القالب ده اللي هو شكل المستطيل ده، وبدأت ان انا مش هخليها دايرة بقى، خليتها زي المستطيلة شوية كده بالمنظر ده. خلاص اسيبها بقى كده تخمر لحد ما الاقي حجمها زاد وضعفت كده زي ما انتم شايفين. نحضر بقى الدهان من فوق. عندي صفار بيضة، شوية لبن كده، وشعرة من الفانيليا. خلاص كده ادهن بقى وش المخبوزات بتاعتي. ادهن بقى بس بالراحة بقى، لان كده كده العجينة بتبقى مش متحملة اصلا ايدي فيها كمان. فبالراحة خالص وانت بتدهني كده. في الفترة دي بقى كنت مسخنة الفرن، يعني هدخلها على فرن سخن. احط بقى رشة كده من السمسم اللي انا عملته في الصينيه دي، برضو هعمله في الصينيه التانية. على فكره انا حبيت اللي هي المطيوله دي، اللي هي بتبقى شكل العيش الفينو شويه، على شكله طويل شويه، تحس ان هي سندوتش كده. بجد رهيبه يا جماعه. يلا بقى ندخلهم الفرن على رف وسط كده على نار هاديه. ما تشغليش الشوايه من فوق، انت لما تلاقيها استوت كده ولو لقيتيها ما احمرتش شغلي الشوايه من فوق، هي مكان ما بتاخدش اي وقت خالص عموما. نار هاديه خالص من فوق ومن تحت لحد ما تستوي معاكي. ايه رأيكم بقى في المنظر الجميل ده؟ على فكرة ممكن تاكلوها كده من غير اي صوص جبنة ولا اي حاجة خالص، هي لوحدها كده ان هي تكفي اصلا. ما شاء الله اللهم بارك. لازم تجربوا الوصفة القمر دي. شايفين قد ايه هشة وطرية، خطيرة، لازم تجربوها. حط بقى عليها بقى صوص الجبنة الخطير اللي احنا عملناه سوا ده. وكمان كان عندي كمان ظرف كريم كراميل، كان في قلب العلبه بتاعه الكريم كراميل كان فايض عندي، فعادي حطيت بس كمنظر بس وتزيين مش اكتر، ممكن تستغنوا عنه. حطيته بس كده كمنظر على المخبوزات من فوق. شايفين قد ايه اساسا دايبه، والله مش مستحمله ايدي اصلا. شايفين عامله ازاي؟ الف هنا وعافيه للي يجرب الوصفه القمر دي. اتمنى من كل قلبي كل اللي يجرب الوصفه دي يقول لي ايه رايه بكل امانه في التعليقات. مستنيه تعليقاتكم كلها، ولو في وصفه انتوا عايزين ان انا اجربها واعملها معاكم قولوا لي عليها واحنا نجربها سوا مع بعض. هشه وقطنيه وحشوه خطيره بجد، هي كلها ما فيهاش ولا غلطه، لازم تجربوها. شايفين الحشوه من جوه الجبنه بقى كانت بدات ان هي تسيح شويه كده. اظن الشكل اصلا يتكلم عن نفسه، مش هتكلم كتير. اتمنى الفيديو يكون خفيف على قلبكم وانا كمان اكون خفيفة على قلبكم. بصراحة انا عايزة اقفل الفيديو، بس كل ما اعمل حاجة اقول لا
اوريهم كمان هي عامله ازاي. فمعلش بقى على الرخامه شويه، رخمه انا عارفه، رخمه حبتين. الفيديو النهارده طويل شويه بس حبيت اوريكم كل تفصيله فيه عشان تطلع معاكم مظبوطه وبالملي. هستأذنكم في رعايه الله وحفظه، استنوني الفيديو جاي باذن الله. مع السلامه يا اخواتي، في امان الله.